بسم الله وعلى بركة الله. صحة رمضانكم تصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. كل عام وانتم بخير. كنقولها رمضان ماهوش تاع الأكل، راهو رمضان تاع العبادة، لكن دايما النفس تتشهى باش تاكل حوايج كما يقولوها في رمضان. راهم دايما لازم يكونوا كما احنا نقولوا الشوربة بأنواعها، سواء الحريرة ولا الشوربة فريك اللي احنا نقولوا الجاري، ولا الفارميسة اللي احنا نقولوا لها دويدة في قسنطينة. نحبوها دايما تكون حاضرة في رمضان، ولا حتى البويون، كان اللي يحب البويون اللي مداير بالخضرة. نحبو دايما حاجة تكون خفيفة نبداو فيها في الفطار تاعنا. كما راكم تشوفوا جبت قدرة كبيرة، حطيت فيها كمية من اللحم. درت 2 حبات كبار من البصلة، رحيتهم لاني مش راح نصفي المرقه تاعي. حطيت كميه من الملح والفلفل الحل، هو الاساس دائما في الطبخات تاعنا حنا في قسنطينه. حنا ما نكثروش التوابل بزاف باش ما نفقدوش الطعم الحقيقي تاع الاكله، لان كل ما تكثر التوابل حتى لو كان رايحه تجيب بنينه، لكن راح تغير من الطعم تاع الاكل. كيما مثلا الشوربه كليتها قداه من عند لهنا عند الحباب، كاين اللي يحط لها النعناع. انا بالنسبه ليا حنا راح يتبدل الذوق تاع الجاري تماما. المهم لهنا راح ندير الحشوه تاع البوراك. حطيت كميه من الزيت وحطيت السلق، راح نديرو المره هذه بالسلق. وهذا لهنا راهو الثوم، عندي كميه كبيره شريتها بدل ما يفسد لي راني رحيته وحطيته في المجمد. كل ما نحتاج نجبد منه الطرف الصغير ونحطه. هذا بسبب تضييق الوقت وما يفسدليش الثوم تاني. راهي كاينه عده طرق باش نستحفظوا بالثوم. راني قليتهم كيما شفتوني، راني ما حطيتش الملح، حطيت غير فلفل الكحل فقط وخليته يتقلى. نرجع للبرمه تاعي اللي راني منقصه على النار بزاف، خليتها تتقلى كيما راكم شفتوا، حتى اللحم كيما يقولوها تغير اللون تاعو ودخلوا الطياب. راني نمرقو بالماء سخون ونغطي عليه ونخليه يطيب كيما يقولوها على نار مهيله، نعطيله حقه باش تجي الماكله تاعي بنينه. كيما يقولوها كل حاجة نعطيوها حقها راح تجي كيما يحب الخاطر. كيما راكم تشوفوا انا عندي كمية من السكالوب اللي هو صدر الدجاج، راني رحيته حطيت قليل من الملح. كيما راكم تشوفوا كمية قليلة من الملح والثوم وفلفل الكحل. نقليها مليح حتى تطيب. راني في نفس المقله اللي درت فيها السلق اللي هو السبانخ، راني زاد درت فيه صدر الدجاج، لاني منش حابه نغسل مع بكل صراحه ما عنديش الوقت. على هذه نفس المقله اللي درت فيها السلق راني درت فيها الدجاج. نقليوه على نار تاني نفس الشيء، على نار قليله حتى يطيب مليح. والمرقه تاعي راني من بعد ما طابت راني قسمتها دوك. وقليت اولا حكمت قدره، حطيت فيها الطماطم تاع المصبره اللي هي الطماطم كيما حنا نقولوا تاع الباطا. حطيت الطماطم تاع الحب اللي هي الطماطم الطازجات كميه قليله، 2 حبيبات مغرفه طماطم، شويه زيت ولا زبده اللي موجود. وحطيت الكرافس وقسمت المرقه تاعي. وهذا كل بسبب انه الوقت ما عنديش. كيما راكم تشوفوا قلت لكم راهي نفس المقله اللي درت فيها السلق راني درت فيها الدجاج. نديرو نكملوا الحشوه تاعنا تاع البوراك. ولا هنا راح نديرو بالفرماج، اي نوع تاع فرماج حطيه انتي واش عندك، حتى لو كان المثلثات راح يجي هايل. وزيدي له كميه من البشاميل راح يجي روعه. ولا هنا كيما شفتوني راني ما حطيتش الملح لانه الفرماج مالح. ما نحتاجوش للملح بزاف. ولهنا عندي كميه من الموزاريلا. وكما تشوفوا فيها راني ما قادرش نقول لكم على المقادير، لانه كل واحد والعائله تاعو وكل واحد واش يحب ياكل. هذه حاجه ما تستاهلش، ماهيش قاطو ولا باش لازم تكون المقادير مضبوطه. هذه انت وعلى كما نقول عدد الافراد العائله تاعك. نخلطوا كل شيء مع بعضه. راح هذه هي الحشوه عفوا اللي راح نديروها للبوراك تاعنا. ماشي لازم دايما بالبطاطا ولا البيونداشي، نبدلو مرة على مرة كل مرة لا 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 والطريقة لا. اللي نديروها. عندي كمية. مرة كيما قلت نديروها بالبطاطا، مرة نديروها بالسلق، مرة نديروه بالفيونداشي. كل مرة وكيفاه. نجبدو الأوراق تاعنا تاع
الخطفة، حنا نقولوا لها الخطفة. بالطريقة تاع الحشو كيما تحبي. أنا لهنا كيما تشوفي راني درتو سيجار، وانتي ديريه بالشكل اللي حبيتيه، تحبي ديريه مثلث، تحبي ديريه مربع، حتى الكمية كيما تحبي، تحبي تكتري، تحبي ديري كمية معتدلة. كيما انا راك تشوفوا انا ما كترتش، انا ما نحبش تكون الحشوة فيها بزاف، أنا نحب غير كيما يقولوها كمية مناسبة. لهنا راني زدت شوية هريسة للي حاب الحار، وبنفس الطريقة راح نحشي البوراك تاعي نوجدو. انا لهنا درت كمية تاع يومين، انا ما نديرش كمية كبيرة، ندير كل نهار ندير تاع يومين، راح تكفيني. نحطها في كيما نقولها في الثلاجة، ومنين نجي ان شاء الله العشية راح نقليه. هذا كامل وجدته من الصباح. وهذا هو الفريك كما قلت لكم، راني قليت الطماطم تاع الحب والطماطم المصبرة والكرافس. ولهنا هذه راح ندير بها الطاجين، راح ندير بها هذه لاصوص اللي نقصت باش نديرها للطاجين. كما راكم تشوفوا راهي ثقيلة، شكلها بعدا باين هايله. هذه لهنا راح ندير فيها الفرميسال اللي هي الدويده. انا كما قلت لكم ولادي مش كامل يحبوا الفريك ومش كامل ياكلوا الدويده، هذا دايما تلقاوني ندير زوج قدرات تاع الفريك وتاع الفرميسال. ولا هنا راهو ما على باليش الهاتف تاعي طفالي باش نتول هادشي ليه، لان انا حطيت كميه من السكالوب. الكميه اللي بقات لي من الموتزاريلا حطيتها، حطيت شويه معدنوس، ثوم وفلفل كحل وشويه ملح. هذا هو الطاجين اللي راح نديروه اليوم، هو طاجين رخام ما فين نديروه بطبيعه الحال باللحم، لكن المره هذه قلت نديروه بس بالدجاج. وعلاش لا، مش لازم نديرو باللحم، راني كيما نقولها في داري ندير كيما حبيت. المهم حاجه اللي يحبوها ولادي وياكلوها. وانا بالنسبه لي تاع الدجاج، الماكله تاع الدجاج تجي خفيفه على تاع اللحم. كيما المرقه درتها باللحم، معليش نديرو هو الروليت تاع الطاج الرخام نديروه بالدجاج. وراني غليت العظام اللي هو البيض، غليت 5 حبيبات. وهذا هو الرولي. هذا الطريقة راهي سهلة كما شفتوني. حطيت البابي فيلم، حطيت الورق الطبخ، وحطيت اللحم تاعنا اللي هو الدجاج السكالوب، درتو في نفس المستوى. حطيت العظام وروليتو لهنا، نربطوه باش ما يخرج ليش الحشو، ونحطوه الفور. انا دائما نشتي نفورو. المده تاع الطهي تاعو من 40 دقيقه حتى نص ساعه. نغطيه ونخليه يطيب كما لهنا. من بعد ما طاب راني جبت المقله تاعي، حطيت الورق الطبخ عليه لانه فيه الفرماج. كون نديرو على المقله، على المقله راح يلصق لك. كيما على بالكم الفرماج تم يتحرق ويلصق. على هذا حطيت الورق الطبخ وحطيت فيه شويه الزبده وحمرته. انا لهنا هذا البورطابل اللي صورت به اللي هو اوبو ما يعطيش حق الطبخ كيما يقولها الصوره الحقيقيه. من بعد راني بدلت بالبورطابل الاخر، راح تشوفوا الشكل الحقيقي. راهو جا اللون تاعو يهبل، جا ربعه، جا ذهبي كيما راكم دوكو تشوفوه. وهذه هي الصوره الحقيقيه. راني ماهوش فلتر، ما درت له حتى كيما يقولوها خدعه. هذا هو الشكل الحقيقي تاعو. من بعد ما حمرته كيما على بالكم الفرماج راهو على نار الليله، ما لازمش تكون نار قويه باه ما يتحرق ليش. حمرته على الجوانب كامل، ولا انا راني نقص فيه كما قلت لكم. احنا كنا نديروه باللحم غنمي ولا بقري. انا المره هذه فضلت نديروه بالدجاج.
وهذا هو الطاجين تاعنا. تاع ولهنا المرة الأطباق هادي تاعنا راني راه الدجاج يرتو تاعنا درت المرة بزاف تاعو راني تقيمة كيما باش وجات تكون هادي هايلة لهنا راهي مع الدويطة اللي هي السرقرص، البرميسان تجي البورق من بعد ما قليته هايلة كيما على بالك مقرص مع الحاجة والجاري البيضاء راه فريك يعطيها بنة مع زايدة الحميص يعني بكل صراحة القارص وشوية يمشي بلطة مع مقلية أي حاجة وبصرة بيضاء. سخونة وسليطة فيها 100 بركة. نتمنى الفيديو تاع اليوم عجبكم. إلى اللقاء.